بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. بما أننا في أقدس أيام السنة، من الأيام المباركة جدا اللي الناس كلها بتحب الكام يوم دولت، صيام الست العذراء مريم وبركة العذراء الكبيرة اللي بناخدوها. زي ما حضراتكم طلبتوا مني وقلتوا عايزين تسمعوا معجزات للعذراء، فبحاول بقدر الامكان يكون على الاقل مرة او مرتين في الصيام، يعني نذكر معجزات قوية ربنا بيتمجد بيها مع الناس بشفاعة امنا العذراء والشهداء والقديسين. معجزة النهاردة عجيبة جدا وغريبة. واحد دخل بيته كاهن وواحدة ست وهو ما يعرفهمش، وعملوا حاجة غريبة جدا. من ضمن الحاجة اللي عملوها استعجبوا ان هم دخلوا اوضة زوجته المريضة وقفلوا الباب، ولما حاولوا يفتحوا الباب هنشوفوا مع بعض ايه اللي حصل. هنعرف بالتفصيل معجزة النهاردة، لكن في البداية حابة أقول لحضراتكم لو حابين تسمعوا معجزات وأخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان دايما يوصل لكم إشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها القناة. ولو معجزة النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها روحيا فما تنسوش تفيدوا غيركم بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو عشان الكل يوصل له المعجزة وياخد بركة ويانا. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل معجزة النهاردة من أولها. المعجزة دي صحابها هم اللي بيحكوها. هي أسرة مسيحية مكونة من زوج وزوجة وابن شاب، وكانوا عايشين حياتهم نشكر الله ماشية طبيعي، إلى أن الزوجة بدأت تعاني من آلام والحركة بتاعتها بدأت تقل لدرجة انه ما بقتش قادرة تقف على حيلها. خدوها ولفوا بيها على الدكاترة، وكل دكتور بتشخيص غير التاني، وأدوية تتكتب وروشتات تتصرف وأدوية تيجي وتاخد منها، لكن بدون أي فايدة. بعد فترة الحالة بتاعتها اتدهورت وبقت لا تقدر على الحركة، زي ما بيقولوا بقت طريحة فراش. حتى دخولها الحمام كان بانه زوجها يشيلها او ابنها يشيلها وترجع مكانها تاني، لكن الموضوع كان صعب جدا، وكانوا واخدينها تجربة يقولوا لربنا يا رب التجربة بقت صعبة. انما الزوجة كانت واخداها انه صليب اشكر ربنا عليه وهشيله، لكن كان تعبانة نفسيا لاجل تعب زوجها وتعب ولاد ابنها يعني. وطبعا بما ان الزوجة تعبانة كان بالنسبة ليهم حتة الاكل والشرب دي منعدمة خالص، لانها هي اللي كانت بتقوم بكل حاجة، فكانت ناعية هم جوزها قوي وابنها في حتة الاكل والشرب. هي بتحب العذراء جدا، هي واخداها ام وشفيعة وصديقة، تقعد تحكي وتتحكى كده مع العذراء كأنها يعني امها قاعدة جنبها يعني. فكانت تقعد لما تشتد عليها الألم قوي تتكلم مع العذراء، وكانت تحب البابا كرولوس برضو تتكلم وياه. لما لقت بقى في يوم انه خلاص يعني جوزها ما بيعرفش يشتري حاجة من بره، ما بيعرفش يعمل اكل وكده، فصعبت عليها نفسها ونفسها تقوم ماهيش قادرة، فقعدت تبكي للعذراء والبابا كرولوس وتقول لهم طب حتى على الاقل انا شاكرة على الالم والتعب ومش بتكلم، لكن بالنسبة ليهم هم تعبوا معايا رايحين جايين على الدكاترة وكمان مش لاقيين لقمة ياكلوها. يا عذراء اتحنني عليا وتشفعي لي امام عرش رب المجد يسوع المسيح. وقعدت تتشفع يعني بالعذراء والبابا كرولوس وتقول لهم يعني انتوا اعملوا حاجة، انتوا لو تشفعتولي امام ربنا هيستجيب ليكوا، انتوا دلوقتي قريبين من ربنا واعملوا معروف معايا عشان خاطر زوجي وابني. فقعدت تصلي صلاة قوية وبحرارة يوميا، وما يأستش من رحمة ربنا رغم الألم رغم التعب رغم الحالة بتزداد سوء، مفيش تطور في تدهور عندها، لكن كان عندها إيمان وثقة
انه العذراء هتتشفع لها والبابا كرولوس برضو وهيشفوها. ازاي؟ مش عارفة. امتى؟ ما تعرفش. لكن كان عندها ايمان وثقة انه هيحصل في يوم من الايام معجزة. ففي يوم كان يعني عمالة طبعا هي عشان تتناول ما بتروحش الكنيسة، فبيتصلوا بأبونا أو يروحوا له الكنيسة ليلة القداس، يعني القداس الجمعة يروحوا له الخميس، أبونا اعمل حسابك مدام عايزة تتناول. فابونا يقول له حاضر، خليها بس صايمة وانا هاجي مثلا الساعة 10 اناولها كده يعني. فطبعا ما بيروحوش يقولوا الكاهنة لغير كاهن الكنيسة، فهم معتادين على ان اللي بيجي يناولها هو كاهن الكنيسة بس، واللي بيجي يزورها برضو كاهن الكنيسة بس. ففي يوم قاعدين الأب وابنه قاعدين في الصالة برا، والزوجة طبعا في السرير جوه في الأوضة. فهو عمال يتكلم مع ابنه ويقول له يعني صلي وكده. يا بابا انا شايفك ليه مش بتصلي؟ هو انت مش فارق معاك تعب ماما وكده؟ فكان هو اسمه جورج يعني. قال له ليه جورج بتقول كده؟ ده ماما ديت شريكة حياتي، ده هي اللي مقسماني في دنيتي كلها. وغلبوا البكا وقال له انا ما اقدرش اعيش بان هي ما تكونش معايا. مين قالك ان انا مش بكلم ربنا؟ مين قالك ان انا ما بصليش؟ انا بس ببقى قوي قدامها لاني زي ما بستمد قوتي منها هي كمان بتستمد قوتها مني، ما ينفعش اضعف قدامها. وانا واثق ان من حبها في البابا كرولوس والعذراء مش هيسيبوها. انا كل ليلة ما بنامش الا لما بوصيهم عليها واقول لهم خدوا بالكم منها، انا مش عايزها تمشي، لان الدكاترة بدأت تقوله انه فاضل وقت قليل قدامها بكتير وشهر وخلاص يعني. لكن كان عنده صوت جواه بيقوله ان في يوم من الايام ربنا هيتحنن. فهو قاعد يتكلم كده مع جورج ابنه، فلقى الباب بيخبط. قال له روح يا جورج شوف مين. فتح الباب، لقى اب كاهن كده لابس عمة كبيرة شوية وشال وعصاية في ايده، ومعاه واحدة ست. بيقول له احنا عرفنا انه في عندك والدتك تعبانة وجايين علشان يعني نزوروها، ممكن نخش؟ فهو طبعا لقاه لابس كاهن وفي ايده صليب وبتاع، ومعاه واحدة ست لابسة جلابية كده وشكلها حلو. فكاهن هيقول له لا؟ قال له طب اتفضل. فبابا بيقول له مين يا جورج؟ قال له ده ابونا. فقام كده بص لقاه كاهن، فقعدوا شوية كده معاهم وقعدوا يتكلموا يعني حاجات امور روحية كده ودينية. وبعد ما خلصوا كلام قالوا احنا عارفين ان فلانة، وقالوا اسمها، تعبانة وجايين عشان نزوروها وجايين لها مخصوص، ممكن ندخل لها؟ ف يعني والد جوزوكا قال له اه طبعا اتفضلوا، جورج هيوريكوا الاوضه. لا لا خليه مرتاح، احنا عارفين المكان. دي اول حاجه استعجبوا، يعني ايه عارفين المكان؟ ده كان غريب، واحده ست غريبه واول مره يخشوا عارفين المكان ازاي؟ لكن بيقولوا الغريب انه فعلا لقاهم راحوا على الاوضه بالظبط مكانها يعني، وقفلوا الباب وراهم، وبدأوا يسمعوا حوار ما بين الست والراجل والست التعبانة. فسمعنا عمالة تقول انتوا اخيرا جيتوا، اخيرا حنيتوا عليا، وصوت الست بتكلمها وتقول لها انا من اول ما طلبتيني وانا بتشفع لك وكده. وبعد كده قعدت تقول اه فلما سمعوها بره بتقول بتتألم، فما قدروش ينتظروا. قالوا يا جورج هما غابوا كده ليه؟ تعال نشوفوا. فيخبطوا محدش يرد. يحاول الزوج انه يفتح الباب، قال له انا مش عارف افتح. ابنه يحاول، قال له الباب مقفول جامد ومش راضي يفتح. لحد ما خلصوا اللي بيحصل جوه، والاب والابن مش عارفين ايه بيحصل. طبعا هو كان الكاهن ده البابا كرولوس، طبعا هما ما عرفوهوش او ربنا خب عن عينيهم وفهمهم ان هما يعرفوا علشان تكمل المعجزة بالطريقة اللي ربنا عايزها يعني. وطبعا كانت الست يعني فائقة الجمال دي الست العذراء مريم. بعد ما حصلت المعجزة اختفى الست العذراء مريم والبابا كرولوس، والباب قدر ان هو يفتح، وفتحوا في ريحة بخور جميلة جدا، والست واقفة
ومتهلله وفرحانه تقول لهم العذراء كانت هنا، البابا كرولوس كان هنا. والعذراء قالت لي انا كنت بتشفع لك بس ربنا كان لسه ما اذنش، ولما الوقت بتاعك جه وربنا اذن انا جيت لك انا والبابا كرولوس، وعملوا لي هم العمليه وانا بقيت كويسه، انا خفيت. طبعا كانت فرحة كبيرة جدا، وراحوا عادوا كل التحاليل والأشعات اللي أثبتت حدوث المعجزة وإن الست طبيعية وسليمة 100%. اللي يتعشم أوي في القديسين صدقوني ما بيخذلوش، ربنا ما فيش أحن منه. اطلب الطلبة مرة واتنين ومية وعشرة وافضل ورا ربنا، قول له لن أتركك إلا أن تباركني يا رب، ما فيش أحن منك. عارفين لما تتكلموا كده مع ربنا كأنك بتتكلم مع حد صديقك وعشمان فيه. يا جدعان ده احنا لما بنتعشم في البشر نقول مستحيل يخزلنا، ده وعدني انه هيعمل كده. ما بال ربنا قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. لو طلبتوا حاجة حسب إرادة ومشيئة ربنا لحياتكم هيقولكوا لأ ليه. وتشفعوا طبعا بالقديسين، تشفعوا بالعذراء، بماري جرجس، بابا كرولوس، القديسين كلها. وما تنسوش وانتوا بتصلوا لنفسكم تصلوا لي معاكم. ربنا يفرح قلوبنا كلنا ببركة شفاعة الست العذراء مريم والبابا كرولوس وكل الشهداء والقديسين. بكده نكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. أتمنى من كل قلبي تكون سبب بركة لكل اللي سمعها، واذكروني دايما في صلواتكم، وأشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة.